تجربة جديدة مع رويال المصري في بورسعيد. يلا بينا نجربها، يلا بينا. تجربة النهاردة من ترشيحاتكم على جروب كرش كيبر في بورسعيد. لقيتكم مرشحين مكان جامد جدا وقلتوا على مشروب معين. بصوا لقيت كل الكومنتس المشروب ده من المكان ده، فيلا بينا ننطلق الى المكان ده. انطلقنا الى كيكرز. المكان موجود في شارع 23 يوليو بجوار مسجد لطفي شبارة. المكان شيك جدا وصغنون كده وسمبل، والديكوريشن بتاعته بسيطه واوبن كيتشن شبه ما انت شايف، كل حاجه قدامك وهو بسيط، والمكان صغنن جدا ما فيهوش قاعده كبيره. طبعا طلبت المشروب اللي كلكم رشحتهولي واتفاجئت بشكله. يا جماعه ايه التقل ده، ما شاء الله. انا شايفه البندق اكتر من المشروب ده. مشروب اسمه كيكرز بندق، انتوا اللي رشحتولي وقلتوا ان هو جامد جدا، وهو فعلا شكله خطير ويجنن. بصراحه انا مش قادره استحمل. يلا بقى بينا نجرب. لا تقيل قوي والله، مش عارفه اشرب. اول شفت تفاح بندق محمص خطير. شوت الاسبريسو مع البندق المحمص مع الايس كريم مع التقل ده جامد جامد. جماعه انتوا ما كذبتوش والله، انتوا ما كذبتوش. المنتج التاني اللي انا جربتهم برضو من عنده وكان من ترشيحاتكم كابتشينو بندق. بصوا كميه البندق عامله ازاي. البندق ده محمص تحميصه غريبه، هما اللي محمصينها. انا مش بحب البندق قوي، بس تحميصه البندق بتشجعني ان انا اجرب كل ايتم عندهم فيه بندق، بجد خطير. بصوا بقى النسكافيه كريم ازاي، والفوم مظبوط ازاي ومعمول صح قوي، بجد عجبني. والاسبريسو خطير بجد، جربوه والله فعلا يستاهل التجربه دي. كانت تجربه كيكرز، اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. يلا باي باي.